مرحبا بكم في قناتنا الإخبارية. نقدم لكم اليوم تفاصيل حادث سير مروع وقع في مدينة مراكش مساء يوم الاثنين 14 من يوليو 2025، والذي أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 3 أشخاص آخرين. تفاصيل الحادث: في مساء يوم الاثنين، وقع حادث سير خطير في منطقة باب ديكالت بمدينة مراكش. وفقا للتقارير الأولية، فقد سائق حافلة للنقل الحضري السيطرة على المركبة، مما أدى إلى دهس 4 أشخاص كانوا يحاولون عبور الطريق. أسفر الحادث عن وفاة سيدة على الفور، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. تم نقل المصابين إلى مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاج، بينما تم إيداع جثة الضحية في مستودع الأموات بالمستشفى ذاته. التحقيق والإجراءات: عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث فور وقوعه. تم تأمين محيط الحادث وفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد أسباب الحادث وظروفه، بما في ذلك الاشتباه في وجود عطب في منظومة الفرامل. وهنا نكون قد انتهينا من تغطية أهم أخبار اليوم. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أولا بأول. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد.